السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة كده فكرة حلوة للمدارس، للأمهات اللي ولادها مغلبينها مبياكلوش لا جبن ولا بطاطس ولا مربات ولا أي حاجة، ومضطرية تعمل لحوم. فدي فكرة اقتصادية كده موفرة. بربع كيلو لحمة مفرومة، هنجيب كده عليها بصلاية كبيرة مفرومة وبضاية وبطاطساية مسلوقة. أنا حطيتها كده علشان خاطر بس أوريكي المقادير، لكن يفضل كنتي تهرسي البطاطس قبل ما تحطيها في الوصفة علشان خاطر ت... تبقى مهروسة كويس. وحطيت كده كيس كاتشب، ده مش أساسي خالص في الوصفة بس لو موجود حطيه، وشوية من بهارات الفراخ، ومعلقتين 3 من البقسماط لحد ما تحسي ان القوام تماسك. يبقى احنا حطينا ربع لحمة مفرومة، بطاطساية مسلوقة، بصلاية مبشورة كويس، بصلاية كبيرة، وبضاية، وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود. ده اللي انا حطيته بس. تمام، احنا كده هنشكلها بعد ما نهرسها كويس كده في قلب بعضيها ونقلبها في قلب بعض. هنهرسها كده، تجيبي طبق فيه شوية زيت صغيرين علشان خاطر يساعدك على التشكيل. هبدأ كده اشكلها بكور. طبعا انا عملت معاكي كمية، اعملي طبعا الكمية اللي انت عايزاها والمناسبة ليكي. انا بديك الفكرة وانت اعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. يعني ممكن تعملي كمية اكتر من كده وتحطيها في الفريزر، بتنفع جدا. واي فكرة بقولها لك للمدارس هي بتنفع المدارس وللبيت كفكرة كده. في يوم تطلعيها كده وجبة غدا سريعة، وجبة عشا كده، حد قالك انا جعان ويعني عايز سندوتش. كلها حاجات بتنفع في البيت. اي فكرة بقولها لك للمدارس هي بتنفع برضو للبيت سواء غدا او عشا. هعملهم كلهم كده كور قد بعض على قد ما اقدر، وبعد كده هنشكلهم، هنعمل منهم كده برجر اقتصادي للمدارس. طبعا انا عاملاه بشكل اقتصادي لان في امهات كتير ولادها ما بياكلوش غير لحوم بانيه او برجر، فبنضطر نعمله بشكل اقتصادي او نعمل كده بقى افتكاسات زي الفيديو اللي فات. ادخلوا شوفوه كده، عملته من غير اي لحوم ومن غير اي مكونات غريبة. كان فيديو حلو وسهل وكل الاطفال بتحبه. بس هبدأ اشكلها. دي طريقة سهلة جدا، انا عملت افكار كتير لتشكيل البرجر على القناة، ادخلوا برضو شوفوها. دي بس دي طريقة كده سهلة وسريعة للتشكيل. عملت معايا كده كام قطعة، يعني حوالي 13 قطعة، ممكن تطلعي منها 12 13 على حسب السمك. بس انا ما بحبش اعمله تخين قوي لان هو غالبا اللحمة المفرومة او البرجر يعني بيكش كده وينتفخ شوية في التسوية. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا سمكها حلو وبسيط، ورمت معايا كمية حلوة. لما تعملي شوية بقى افكار زي كده من اللحمة المفرومة، من البانيه، من البطاطس، من الافكار الكتير اللي بنعملها في القناة، تحطيهم في الفريزر تصحي كده، هيبقى موضوع السندوتشات بالنسبة لك سهل ومش مكلف، خصوصا للي عندها اكتر من طفل وما بياكلوش جبن وحاجات كتير ما بيحبوهاش في المدارس. الحاجات دي بتبقى موفرة جدا واقتصادية. يا رب تكون الفكرة كده بسيطة وعجبتكم. يعني عملت زي ما قلت لكم 13 قطعة، ممكن تخليهم على 12 مفيش مشكلة، بس انا شايفة كده حجمها يعني مناسب. انا بسيبهم كده، يعني بفرد عليهم كيس على الوش وبسيبهم زي ما هما كده لحد ما بيجمدوا. بعد كده ببدأ احطهم بقى ايه فوق بعض علشان خاطر ما ياخدوش مكان في التخزين في الفريزر. احمر كده شوية معاكم ونعمل بيهم كام سندوتش. لازم اي وصفة اعملها حتى لو للمدارس في ساعتها كده لازم ياكلوا منها حبة. بصي كنت بوريكم السمك بتاعها ان هي طالعة سمكها حلو ومش مش رفيعة. لو هتعمليه المدارس ما تحطيش طبعا جواه طماطم علشان ما يتلاقيش السندوتش اتهرى منك، اتهرى منهم يعني وهم في المدرسة. ممكن تحطي خس، ممكن تحطي لهم الخضرة لوحديها وهم يبقوا ياكلوها. وبألف هنا. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك واللايك وشير للقناة.